قال لك انا محتاج تندع علشان خاطر الحق الكوره او اعرف اجيب الكوره من ارتفاع. الناس اللي قصقصت الفيديو ونشرته على مزاجهم، انت لو جبت كلام ميدو قبليها وكلام ميدو بعديها، الراجل بيقول لك انا زعلان على الحال اللي وصلته الكرة المصرية. ليه كل لعيبة الكورة او بنسبة 80% من لعيبة الكورة يعتزل من هنا نلاقيه مسك فريق درجة تالتة ولا درجة رابعة وعمال يهبط مع ده ويصعد بده ويهبط مع ده وياخد مركز عاشر بده، ومرة مع كوم حمادة ومرة تانية تلاقيه بيدرب إيتاي، على مرة تالتة هتلاقيه في أبو حمص. كل ده علشان خاطر كان اسمه لاعب بس بيلعب في الدوري المصري. محللين اون سبورت في نص ماتشات الدوري المصري قسما بالله بيشرحوا الخطط غلط. في نظرية اسمها الشبهية عندنا في مصر. استاذ صلاح السعداني كان اتكلم عنها قبل كده في فيديو شهير ليه. قال لك ايه بقى؟ قال لك ان احنا عندنا اتحاد لكرة القدم، وعندنا ملاعب لكرة القدم، وفي مدرجات برضو بنشجع فيها كرة القدم زي العالم كله، وعندنا غرف ملابس للاعيبة زي ما عند العالم كله، وعندنا الملعب بينزل فيه 22 لاعب، كل 11 لاعب لابسين تيشيرت مختلف عن التانيين وبيلعبوا ضد بعض، وعندنا حكام بيصفروا زي ما في عند العالم كله، وعندنا جمهور بيشجع برضه زي العالم ما عنده جمهور بيشجع. لكن اللي بيتلعب ده دي حاجة شبيهة لكرة القدم، مش كرة قدم. قيس على كده نفس الكلام ده في السياسة أو في الاقتصاد أو في أي مؤسسة جوه مصر. إحنا عايشين على نظرية الشبهية، إحنا عندنا كل المقومات بس بنعمل الحاجة شبه الناس اللي بره، مش بنعمل الحاجة بكفاءتهم. لا، أنت المهم عندك إن أنت يتقال عليك إن أنت عندك نفس الحاجة جوه مصر. ولنا في الدوري المصري صولات وجولات، حاجات تخليك فعلا تقول ان اللي عندنا دي مش كوره، احنا بنلعب شلح، احنا ما بنلعبش كوره. عندنا مره في ايتال باروك مثلا كان كابتن علاء شعبان نجم النادي الاهلي السابق بيلعب ماتش مع ايتال باروك في الدرجه الثالثه. الراجل قال لك جمله حكمه، هو كل الناس ضحكت على الجمله وكانها افيه بس هو جه على الوجع. قال لك ان انت كل ما بتنزل درجه كل ما الكوره بتقل. يعني مثلا في الدرجة الثالثة الراجل وضحها، قال لك أنا محتاج تندع علشان خاطر ألحق الكورة أو أعرف أجيب الكورة من ارتفاع. دليل على إن أصلا أغلب الماتشات ما فيهاش خطة، أغلب اللي ماسكين الكورة من الأساس من تحت ما عندهمش الفكرة إن هم يدوك خطة، ما عندهمش الفكرة إن هم يطلعوا لعيبة للأهلي أو الزمالك أو أي فريق كبير في مصر متأسسة صح. اللعيب يبقى طالع من تحت الأرض، لو لعيب عندك طلع فلتة انت بتمسك فيه. عشان كده مفيش مواهب في مصر. لو في اساس من تحت الارض كنت اتفرجت على مواهب مصر، كنت اتفرجت على عدد من اللعيبه بيحترف، وكنت اتفرجت على كشافين بيدخلوا ينقوا مواهب مصر زي ما الكشافين عايشين في قلب البرازيل مثلا. دور على الكرة من تحت هتلاقي الكرة فوق. المصيبة ان الفيروس ده سيطر على الدوري المصري، الفيروس ده حرفيا انتشر في قلب الدوري المصري. بالمناسبة ميدو لما طلع اتكلم وقال لك لعيبة الأهلي بتفقد أساسيات الكورة، الناس اللي قصقصت الفيديو ونشرته على مزاجهم، انت لو جبت كلام ميدو قبليها وكلام ميدو بعديها، الراجل بيقول لك انا زعلان على الحال اللي وصلته الكرة المصرية. بيقول لك انا زعلان على الحال ان النادي الأهلي هو أقوى نادي في مصر وأقوى نادي في أفريقيا، وده طبيعي وأي حد معترف بالكلام ده، واللي ما يشوفش الكلام ده يبقى أعمى. هو زعلان ان النادي الاهلي ظهر بالصوره اللي ظهر بيها قدام بالميراس البرازيلي، زعلان ان النادي الاهلي في الشوط الثاني ما قدرش يجاري بالميراس البرازيلي ولا بدنيا ولا فنيا، واللعيبه فقدت تركيزها بناء على الكلام ده. فاللعيبه فقدت جزء من اساسيات الكره عندها، وزي ما شفنا ان كان في كذا لاعب مش عارفين يباصوا الكوره حرفيا. الكلام ده مش ان هم ما بيعرفوش يلعبوا كوره او ان هم فاقدين اساسيات الكوره او ان هم ما بيعرفوش يباصوا كوره، لا طبعا. هم في لحظه فقدوا تركيزهم ففقدوا اساسيات الكوره، فهم فاقدين لحاجه من اساسيات الكوره، ان اللاعب يفضل مركز طول ال90 دقيقه، وان اللاعب يكون عنده قدره بدنيه وقوه بدنيه وفنيه وذهنيه انه يقدر يكمل ماتش قصاد فريق البدني بتاعه اعلى منه ويقدر يجاريه في بطولة زي كأس العالم. دي سبب من أسباب إن إحنا ما عندناش حرفيا في مصر
كورة. ما عندناش في مصر دوري قوي، ما عندناش في مصر غير أهلي، والأهلي هو نفس فكرة بالمرس لما لعبوا الأهلي بيلعب أندية أقل منه بالظبط. أنت بتقدر تجاري الأهلي شوط أو نص شوط والأهلي بيدوس عليك بعديها، وبيبقى هو الدوري المصري أهلي أو بيراميدز أو زمالك أو أي فريق في فرق بينه كبير بينه وبين الفريق اللي تحتيه. صدقني عمر ما هينصلح حال الكورة المصرية غير لما ناخدها من تحت. خدها من الدرجة الرابعة، خدها بتطوير مراكز الشباب والاهتمام بالناشئين من سن 5 سنين وطالع. خدها إن أنا أأسس الناشئ بدنيا قبل ما أسسه فنيا ومهاريا. ادي العيش لخبازه. مش شرط لاعب الكورة لما يعتزل يبقى مدرب كورة. ليه ما نعملش اختبارات لمدربين الكورة؟ ولازم يبقى في الدوري المصري في شهادة تدريب، ولازم يبقى في اختبارات حقيقية. الناس لو ما نجحتش فيها ما تاخدش رخصة التدريب. ليه كل لعيبة الكورة أو بنسبة 80% من لعيبة الكورة يعتزل من هنا نلاقيه مسك فريق درجة تالتة ولا درجة رابعة وعمال يهبط مع ده ويصعد بده ويهبط مع ده وياخد مركز عاشر بده، ومرة مع كوم حمادة، ومرة تانية تلاقيه بيدرب إيتاي، على مرة تالتة هتلاقيه في أبو حمص. كل ده علشان خاطر كان اسمه لاعب بس بيلعب في الدوري المصري. طب وانا ليه ما اخدش كوادر؟ على فكرة مثلا كلية التربية الرياضية بتطلع ناس اقسم بالله جهابزة في التدريب، وناس فاهمة كورة، وناس فاهمة بدني، وناس فاهمة فني، وناس فاهمة تكتيك. ليه ما ناخدش حاجة زي دي؟ ليه ما تاخدش ناس انت لو اتكلمت معاه تعرف ان عقليته هو راجل فاهم كورة؟ ليه تاخد ناس بيطلعوا على التلفزيون تكلمه يا كابتن ايه رأيك في تحليل المباراة النهاردة؟ والله يا كابتن ده النادي الاهلي كان فايق جدا النهارده، وامام عاشور كان في يومه، وبمناسبة ان امام عاشور كان في يومه فسجل جون وصنع جون وبلح. طب فين التحليل؟ فين قلت لنا؟ فين الخطة؟ قلت لنا الاهلي كسب ليه؟ قلت لنا اصلا امام عاشور اتوجد في النقطة دي ليه؟ او الاهلي كان بيلعب بخطة ايه؟ انت اصلا ما تعرفش تفسر الخطة او توضح الخطة. محللين اون سبورت في نص ماتشات الدوري المصري قسما بالله بيشرحوا الخطط غلط. محللين اون سبورت اللي بيطلعوا على التلفزيون بنسبة 50 أو 60% منهم ناس معتزلة كورة، ناس بقالها 15 20 سنة وطالعين يشخوا علينا في الحلقات. قسما بالله نصهم ما يقعدوا قدام الكاميرا. بتلاقي بقى اللي زي دول هم اللي ماسكين دوري المحترفين، هم اللي ماسكين الدرجة التانية، هم اللي ماسكين الدرجة التالتة، وبدأوا يجيبوها من الدرجة الرابعة لظهور أندية زي ديلفي وكام نادي تانيين استثماريين بدأوا يطلعوا من الدرجة الرابعة وبقوا يجيبوا مدربين لهم اسمهم. قال ايه؟ علشان خاطر لما يروح بفلان يبقى في رهبة من النادي اللي قصاده ان ده كذا بيدربه. يا عم ده احنا بنشوف شخاخ في الملعب. يا عم اقسم بالله حرام اللي بيحصل في الكوره في مصر. انا عايز اشوف محلل من الناس اللي بتحلل في اون سبورت او الناس اللي بتحلل في اي قناه تانية في مصر يجيبوا لنا ماتشات دوري المحترفين او الدرجه التانية او الدرجه التالتة ويقولوا لنا فين التدريب فيها، يقولوا لنا فين الخطط. اشرحوا لنا خطط الناس دي، اشرحوا لنا، قولوا لنا مين بيفهم فيهم ومين ما بيفهمش، قولوا لنا مين اللي مظلوم ومين اللي مش مظلوم. يا راجل ده كابتن محمد حامد بتاع بروكسي، الراجل عمل قبل كده ماتش قصاد الزمالك، وعلشان خاطر هو مش معروف وعلشان خاطر هو مش مشهور ومش زي الناس دي الراجل اندفن. الراجل محدش سمع عنه حاجة تاني بعد ما كان من سنتين ولا من 3 سنين بنقوله ده هيبقى مدرب مساعد في الزمالك. بس هو فين؟ فين الكوادر اللي في الدرجات الأدنى اللي مش معروفة؟ في راجل اسمه كابتن محمد أبو حطب، قسما بالله الراجل ده يدرب دوري ممتاز محدش يعرفه. في كذا حد، في حسام حسن، في كذا مدرب في الدرجات الأدنى. الناس دي تدرب على الناس اللي عمالة تهبط كل سنة وتصعد وتمسك فريق تاني صاعد. في كام واحد في الدوري برضو من غير ذكر أسماء ينزلوا يهبطوا السنة الجاية نلاقوهم بيدربوا نادي من اللي صعدوا. وفي كام لاعب برضو في الدوري ياخدوا الفريق وينزلوا بيه السنة الجاية نلاقيهم طالعين مع فريق من اللي هم لسه طالعين، والسنة اللي بعديها يجوا واخدينه ونازلين بيه تاني كأنها سلم موسيقي. هات حد من الناس اللي تحت دي، من الناس اللي بتفهم كورة. لو في محلل في اون سبورت او في الدوري المصري اتعب نفسك شويه، مش هقول لك انزل اتفرج على الماتشات بتاعت ناس زي اللي انا بقول لك عليهم دول، لا اتعب نفسك بس. الماتشات دي بتتذاع
ولو مش بتتذاع بتلاقيها متصوره على صفحات الانديه، اتفرج بس. مش هقول لك اتعب نفسك وانزل اتفرج، انا عايزك تتفرج بس من موبايلك. اتفرج على الخطط اللي بتتعمل في الدرجة التانية والتالتة من ناس معينة، مش بقولك من 100% من الناس، لا، ممكن 10% أو 20% في كل درجة. هتلاقي فيها مدرب أو 2 مدربين، وهتلاقي فيها كام لعيب، اللعيبة دي تستحق إن هي تلعب دوري ممتاز. بس في نفس الوقت هتشوف كوارث تانية. يعني أنا مش عايزك تتفرج إن أنت تتكلم عن الإيجابيات بس، لا، أنا عايزك تتفرج تتكلم عن الإيجابيات وعن السلبيات. تتفرج عن السلبيات اللي بتحصل من لعيبه اصلا ما بيعرفوش يلعبوا كوره، مش هقول لك مش متاسسين، لا، هم ما بيعرفوش يلعبوا كوره، وبتلاقيهم بيلعبوا في الدرجه الثالثه وفي الدرجه الرابعه في مصر. الدرجه الثالثه والرابعه دول اللي هم المفروض اللاعب يظهر فيهم علشان خاطر ياخدوا دوري محترفين او ياخدوا دوري ممتاز ومنه للاحتراف او لمنتخب مصر. اتفرج وقول لنا الكوارث اللي احنا بنشوفها في دوري مراكز الشباب. انزل اتفرج في دوري مراكز الشباب، هتشوف مواهب وهتشوف كوارث. واتكلموا. ليه الناس على القنوات ما بتتكلمش عن تأسيس اللعيبه؟ ليه الناس بتتكلم على دعم الأندية وعلى دعم رابطة الأندية وعلى دعم الأندية الجماهيرية؟ محدش اتكلم على دعم الغلابة، محدش اتكلم على دعم مراكز الشباب ومراكز شباب القرى، ان انا اعمل في كل مركز شباب في قرية جيم واجيب له مدرب محترم واعين فيه ناس محترمة تدرب الاطفال الصغيرين. يا عم مالكش دعوه بالجيل من فوق 16 ولا 17 سنه، هات لي جيل من 5 سنين واعمل لي خطه واعمل لي مشروع للناس دي من اول 5 سنين وطالع ل 15 سنه. بس احنا مش طالبين اكتر من كده. اعمل لي جيل من 5 سنين ل 15 سنه، وفي كل مركز شباب في كل قريه اعمل لي جيم ليه، وهات لي مدرب احمال بدنيه فيه او مدرب كوره. يا عم انا مش طالب منك كتير، هات لي واحد متخرج من تربية رياضية وراجل يكون بيفهم، مسك لكل واحد فيهم بس مركز شباب. الناس دي هتلاقيها بتفهم في البدني، هتلاقيها بتفهم في التكتيك، هتلاقيها بتفهم فنيا، هتلاقيها بتعرف تلعب كورة بنسبة كبيرة، هتلاقيه بيفهم في السباحة، هتلاقيه بيفهم في كذا حاجة. هتأسس جيل صح، هتأسس الطفل صح. الطفل لما يطلع عصبه ناشف ويطلع عضله قوي، يطلع تركيزه عالي، يطلع فاهم من هو صغير يعني ايه خطة ويعني ايه تكتيك، يعني ايه 4-4-2 ويعني ايه 4-3-3، يعني ايه مهام دفاعية. طفل يطلع بيعرف يظبط خط الاوفسايد من هو عنده 10 سنين مثلا. الطفل يطلع بيعرف عنده القابلية ان هو يلعب في بطولات مجمعة وان هو يلعب في دوري مراكز شباب كل سنة ويبقى فيه جمهور حواليه. ليه ما نعملش كده؟ ليه كلنا مهتمين باهلي وزمالك وبيراميدز، والزمالك عليه 300 مليون غرامة ولا مليار غرامة عمالين كل سنة نديله 200 منهم يسد في اللي عليه؟ ليه عمالين ندعم في مش عارف في الاسماعيلي اللي عمال بيهبط كل سنة وما بيهبطش، وفي الاتحاد اللي عمال بيهبط كل سنة وما نهبطش، وسايبين أندية الشركات اللي أصلا واكلة الدوري وهي اللي مبوظة الدوري ومش مدين حق الغلابة؟ يا ريت نبص لتحت. بص لتحت هنعلى لفوق. انا عارف ان ممكن بنسبة كبيرة الفيديو ده ما يوصلش ولا اصلا حد يتفرج عليه، بس انا عندي امل في ربنا. مش اقسم بالله مش عشان خاطر ريتش ولا عشان خاطر صفحة ولا عشان خاطر حاجة، انا عندي امل في ربنا ان الفيديو ده بس يوصل علشان خاطر الغلابة الكتير اللي بيتظلموا، الغلابة الكتير اللي بياخدوها من تحت الارض. وبتلاقي الغلبان بيسافر من البحيرة للقاهرة كل يوم، ومن البحيرة لاسكندرية كل يوم، أو من الغربية أو من الشرقية أو أيا يكن، وتلاقيه بيسافر في القطر ويتمرمط عشان خاطر يلعب. وفي النهاية بتلاقي النادي مقفول على ابن لاعب كرة سابق ولا ابن مش عارف مين، وكلها أغلبها وسايط وأغلبها ماشية بالواسطة. أقسم بالله في مواهب في القرى لو اهتمنا بيها من وهم 5 سنين احنا ناخد كاس العالم. ما تنسناش الله يرضى عليك في لايك وشير للفيديو ده عشان خاطر يوصل على اوسع نطاق ونحاول نوصله. يعني انا سامح لك يا عم، خد الفيديو حمله ووصله لأي حد انت عاوز توصله، بس اهم حاجة زي دي توصل او صوت زي ده يوصل، لان انا عارف ان بنسبة 90% مش الكلام كله هيتنفذ او الكلام كله هيوصل، بس على الأقل نبقى عملنا حاجة وبدأنا في طريق إصلاح للكرة المصرية عموما، وحاجة ممكن مش على المدى القريب، لا، على المدى البعيد تفيد الكرة المصرية بجد. كان معكم أدهم حجازي. سلام.